بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الفراخ البيضة بتاعتنا باذن الله. في حلقة النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن خلطة حلوة جدا لزيادة الوزن. الخلطة دي انا بحبها، يعني الخلطة دي مش بستغنى عنها في تربية الفراخ البيضة، وفعلا من تجربتي معاها بتبدأ تزود معاكي الوزن، وكمان بتبدأ تفتح معاكي نفس الطائر. هي خلطة كده عبارة عن كوكتيل مع بعض، ان شاء الله هتعجبك جدا وحلوه جدا. بصوا بقى، خلطه النهارده انا بسميها كده الخلطه المعجزه، او الخلطه اللي هي بتنجز معاكي كده في زياده الوزن، فان شاء الله حلوه جدا معاكي. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، لو انت اول مره بتشوفي القناه عندي، اتمنى طبعا تشتركي، واتمنى كمان يا قلب اختك تحطي لي اللايك. بصوا بقى، زي ما انتم شايفين كده انا بعمل ايه. خلاص قررت كده ان انا ابدا انزل الفراخ الدور اللي تحت علشان خاطر اوسع على الفراخ. لو انا فضلت مضيقه الدنيا عندي فراخي، الفراخ دي مش هتزيد، بالعكس الفراخ دي هتلاقيها ريشت على طول، وكمان هتلاقيها بدأ يجي احتباس حراري، والفرخ بينهج معاكي وانتي ما انتش عارفة المشكلة في ايه. فالمشكلة في تظبيط درجة الحرارة، مع كمان المكان ده زي ما قلتلك ليه عامل اساسي. فانتي كمان تشوفي الوضع عندك ايه. الفراخ محتاج نوسع، هنوسع شوية، يعني مش هنوسع مرة واحدة، هنبدأ نوسع شوية بشوية. أنا المفروض كنت بدأت وسعت الفراخ بتاعتي من حوالي 4 أو 5 أيام، يعني لما يتموا ال10 أيام المفروض كنت بدأت إن أنا أنزلهم. طيب النهاردة العمر الكام؟ النهاردة العمر ال15. إن شاء الله بإذن الله بكرة هنكون كده قفلنا ال15 يوم حوزن مع حضراتكم، وهنشوف الأوزان معانا إيه. بصوا بقى، في العمر ال15 ممكن نقوله 450، نص كيلو أزيد. فهنشوف ان شاء الله بكره الوزن كام. انا والله لسه ما وزنت وما اعرف برضو الوزن قد ايه، فان شاء الله مع حضراتكم هنبدا نوزن وهنشوف الاوزان ايه. يبقى اهم شيء برضو في تربيه الفراخ البيضاء تبداي توسعي كده، تبداي ان انت تظبطي المكان، تشوفي الوضع عندك ايه. بصوا حبايبي، كان جالي سؤال امبارح ازاي بظبط درجة الحرارة. هحكي لكم دلوقتي بالتفاصيل ازاي انا بظبط درجة الحرارة وايه اللي انا ببدأ اعمله للطيوري. بس الاول هنخش على خلطة النهاردة، وهقول لكم هنعمل ايه بالتفصيل بإذن الله. زي ما قلت لك خلطة النهاردة هتعجبك بإذن الله. خلطة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الخميرة بالتفصيل وفوائدها إيه. بس أول حاجة حابين نعرف إيه هي أصلا الخميرة. طبعا الخميرة دي متوفرة في كل بيت، وهقولك دلوقتي أفضل تجيبي الخميرة البيطرية ولا الخميرة اللي هي بتاعة المخبوزات. طبعا لو أنت عايزة نصيحتي، لا، دايما هاتي الخميرة البيطرية. ليه بقى؟ لأن هي مخصصة للطيور، يعني هي معمولة للطيور. مفيش إسهالات، مفيش مشكلة كلام من ده، والخميرة البيطرية هتكون أفيد ليهم. فابعدي خالص عن الخميرة اللي هي بتاعة البيت، هاتي دايما الخميرة البيطرية. في منها نوعين، الخميرة اللي بتتحط على الأكل والخميرة اللي بتتحط في المية. لو عايزة برضو نصيحتي، ابعدي خالص اللي هي الخميرة اللي في المية، خليكي دايما في الخميرة اللي بتتحط على الأكل. وطبعا كمان الخميرة بتنشط معاكي البكتيريا النافعة. اللي ايه البكتيريا النافعة دي؟ اللي هي بتساعد على عملية الهضم، بتخلي الفرخ يهضم ويقوم وياكل تاني. طبعا الخميرة مليانة كمان معاكي فيتامينات وبروتين. واهم حاجه برضو ان هي بتساعد معاكي في زياده الوزن، بتخلي الوزن كده كويس عند الفراخ، بتظبط لك الوزن. لو عندك مثلا تفاوت اوزان، او الفراخ مثلا اوزانها مش عاجباكي، الكلام ده كله هاتي الخميره. زي ما قلت لك هي امنه جدا وزي الفل معاكي. وهتلاقي كمان انت اول ما تبداي تحطيها هتلاقي كمان ان شاء الله في زياده كده بدات تظهر عندك على الفراخ. طيب فوائدها ايه بقى بالتفصيل؟ اول حاجه ان هي منشط نمو طبيعي معاكي، حلو جدا. الخميره كمان غنيه بالحديد وكمان الفيتامينات، وكمان المعادن والبروتين والاحماض الامينيه والفوسفور والزنك والبوتاسيوم. بصوا مليانه معاكم فوائد حلوه جدا ومغذيه للطيور. وزي ما قلت لك برضو السبب الرئيسي اللي احنا بنجيب الخميره ان هو بتظبط معاكي البكتيريا النافعه اللي هي بتساعد في عمليه الهضم، بتخلي الفرخ يهضم ويقوم ياكل. تمام. طيب زي ما قلت لك لو هتجيبي يبقى هتجيبي الخميره اللي على الاكل. هتعملي ايه؟ على حسب برضو الجرعه هتبداي تسالي الدكتور، لان طبعا العمر الصغير غير العمر اللي بيكون كبير. الخميره بنستخدمها من العمر العاشر عادي خالص، بتبداي تستخدميها. استخدميها 3 ايام في الاسبوع، الكلام ده ما تقلقيش، هي ما بتعملش اسهالات ولا حاجه، لان هي مختلفه خالص عن الخميره العاديه. لو هتجيبي اللي في الميه خدي بالك، لو هتجيبي اللي في الميه يبقى الميه ما تقعدش قدامهم اكتر من نص ساعه، ودي انا بستبعدها، لانك انت مثلا حطيتي في الخميره في الميه
ولسه موجوده الخميره في الميه، انا استحرم بقى اكب واملى وكلام من ده. فلا، اللي على الاكل انت بتبقي عارفه ان هي كده كده مش بتبوظ حتى لو قعدت قدامهم شويه. ونصيحتي ليكي في الجو اللي احنا فيه ده، حطي الاكل على القد. حاجه كمان، اعملي عمليه اظلام برضو في الوقت اللي احنا فيه ده. تبداي تعملي عمليه اظلام علشان خاطر ان الفراخ تقوم وتاكل وتشرب معاكي بزياده. طيب امتى بقى تحذري ان انت ما تحطيش الخميره للفراخ؟ اول حاجه، لو انت زودتي الجرعه زياده عن اللازم هتبدا تظهر عندك مشاكل. يعني الجرعه لازم تكوني متاكده ان هي مظبوطه. الدكتور قالك معلقه صغيره، في ناس تقول لك ايه، لا طب خليها معلقه كبيره، ما هو ده غلط. فده طبعا مش هحط المعلقه الكبيره دي، هحط الجرعه اللي الدكتور قالها لي. حاجه كمان، وانت هناك عند الدكتور قولي له مثلا انا الفراخ عندي عمر 15 يوم، طيب انا هحط مثلا قد ايه، كام قد ايه مثلا من المعلقه؟ هيقول لك حطي مثلا نص معلقه. قولوا له طيب لما الفراخ توصل 20 يوم، لما الفراخ توصل شهر، المفروض ان انا ازود الجرعه ازاي؟ علشان ما تروحيش وتيجي على الدكتور يبقى هي ايه، عرفتي الجرعه هتتاخد قد ايه مره واحده. حاجه كمان، اوعك تحطي الخميره وانتي بتستخدمي مضاد حيوي او اي علاج، برضو ده كده غلط عندك، برضو مش هيكون الدنيا مظبوطه عندك. الفرخ تعبان، ما تعمليش اي خلطه، توقفي جميع الخلطات لحد ما تشوفي الدنيا عندك ايه. وزي ما قلت لك وباكد عليكي، لو هتحطي الخميره في الميه ما تتسابش قدام الفراخ اكتر من نص ساعه. فدي كانت نصيحتي ليكي، الخميره حلوه جدا، استخدميها. حاجه كمان، لو جبتي كتكوت حلو، كتكوت كويس، كتكوت شركات، هيبقى زي الفل برضو معاكي، هتساعديه ان هو كمان تذبحي بدري وياكل كمان معاكي اكتر من الاول. فدايما دايما نشوف الوضع عندنا ايه، وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يبارك لكم في تشوركم. ده كان فيديو النهارده اتكلمنا عن الخميره بالتفصيل. ان شاء الله باذن الله فيديو بكره هنتكلم عن برضو حاجه لزياده الوزن. ناوي اعمل لكم كده ان شاء الله سلسله عن زياده الوزن، علشان برضو كلنا نستفيد. ونصيحتي ليكي في الجو اللي احنا فيه ده، تظبطي درجات الحراره، الفرشه اهم شيء، عامل اساسي. وبرضو نصيحتي ليكي، لو لسه بتربي ارضي ابعدي خالص عن التربيه الارضي، سواء صيف سواء شتاء. اعملي بطاريه، البطاريات فوائدها حلوه جدا زي ما انت شايفه، نظافه، حاجة حلوة جدا. ما عندكيش مكان وعندك مكان صغنن جدا، هتكفي وهتجيبي برضو فيه فراخك زي ما انت شايفة. لان طبعا البطارية بتاخد ما بتاخدش يعني مكان كبير. وحطيها في اي حتة، حابة تحطيها في البلكونة هتحطيها. طبعا مفيش تبن، مفيش ريحة، طول ما انت بتنضفي وبترشي حواليها كده مش هتلاقي اي ريحة خالص، سواء في الصيف سواء في الشتاء. ومش هتلاقي دبان ولا هتلاقي اي حاجة، لانك طبعا باستمرار كل يوم بتشدي الدرج وبتنضفي باستمرار. وطبعا لما الفرخ ما بيكبر ممكن تنضفي مرة الصبح ومرة بالليل. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو بكرة، اشوفكم بكرة على خير حبايب قلبي، مع السلامة.